أهلا بكم في نشرة مرور صباحي يوم الاثنين. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. يوم عمل رسمي للدولة، حكومي ودراسي. سوء أحوال جوية، شبورة ترابية، سرعة رياح، وأيضا سقوط أمطار خفيفة على الطريق الدولي الساحلي والمسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، أدى إلى وجود كثافات مرورية عالية على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، سواء القادم والمتجه إلى القاهرة الكبرى وأيضا داخل المدن والأحياء. تعزيزات أمنية مرورية مكثفة وتنسيق مع الأحياء بالنسبة للأحوال الجوية السيئة، ونشر خدمات مرورية مكثفة على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية، مدعمة بالمساعدات الفنية لسرعة التعامل مع أي عوائق مرورية أو مواقف عشوائية أو انتظار خاطئ، وأيضا سحب الكثافات المرورية وخاصة في ساعات الذروة الصباحية وساعات الذروة المسائية. أبرز ما لدينا اليوم: غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاهين لمدة 48 ساعة بمناسبة إنشاء محطة قطار المونوريل وادي النيل 6 أكتوبر وإجراء تحويلات مرورية بنفس الموقع. يوم عمل رسمي مع سوء أحوال جوية مع كثافات مرورية مع غلق كلي لشارع 26 يوليو.